في ايه النهارده؟ في وحش جه على اول الغابة، ده بياكل الحيوانات كلها، لازم نروح حالا. يعني ايه يا غزالة الكلام ده؟ ده حقيقي حيوان متوحش بيهجم على حيوانات الغابة؟ لا يا أرنوب، ده مش حيوان من حيوانات الغابة ولا من الغابات اللي حوالينا، ده حد متوحش كده من بره كده وجاي يهاجم على الحيوانات، وأكيد أكيد عايز ياكلنا. انت شفتيه يا بطة؟ لا انا ما شفتوش، انا لو كنت شفته كنت اترعبت جامد قوي. انا هروح عشان زمان ولادي الصغيرين بيعيطوا عليا، وانا كمان هروح وبسرعة. يلا احنا كمان يا ارنوب نروح، هنقعد هنا لحد امتى؟ لحد ما يجي علينا الوحش. ايوه عندك حق، يلا نجري. ايه يا سيمبا صباح الخير، انت خارج فين كده الصبح بدري كده؟ يا ماما خارج العب مع اصحابي شويه، الجو جميل والشمس طالعه. يوه بقى يا ماما ما تقلقيش عليا خالص، حتى لو رجعت متاخر ما تقلقيش عليا، انا اسد. سيمبا من فضلك تسمع الكلام وما تتاخرش، وما تبعدش بعيد عن الغابه بتاعتنا. حاضر يا ماما، باي باي بقى. انتوا سمعتوا بحكاية الوحش اللي في الغابة؟ انا خايفة قوي ومش عارفة اروح البيت، انا خايفة اروح من الطريق اللي عند الوحش ده لحسن ياكلني. وانا كمان مش عارفة اروح البيت. طب وبعدين؟ لازم نشوف حد يدافع عننا او يموت الوحش. انا عندي فكرة لازم كلنا نعملها. ايه هي الفكرة دي يا ارنوب؟ قول على طول. احنا نروح للنمر، هو اللي هيقدر يحمينا. طب يلا بينا على النمر بسرعة. يا نمر، يا نمر تعالى عايزينك في حاجة ضروري قوي. ايه في ايه يا حيوانات الغابة؟ مالكوا خايفين كده ليه ومرعوبين كده ليه؟ في وحش بيهجم على الغابة وهياكل الحيوانات كلها، لازم انت تقف للوحش ده، انت كبير وضخم وكمان تقدر تهجم عليه. ايه يا نعمة اللي انتي بتقوليه ده؟ طب ما هو ممكن هو يهجم عليا وياكلني، ما البقرة كمان ضخمة وكبيرة. وزعلوا اول الحيوانات من النمر واضطروا ان هم يشوفوا حد تاني يدافع عنهم. احنا نروح للذئب، هو برضو قوي وسريع ويقدر يهجم على الوحش. عندك حق يا بقرة، انا لازم نعمل كده فعلا. يا ذئب انت فين؟ احنا بندور عليك من بدري، تعالى بسرعة. في ايه يا ارنوب؟ هو النعامة كمان والبقرة معاك؟ انتوا مالكم ملمومين كده ليه ومالكم مخضوضين ومنزعجين كده ليه؟ بص يا ذئب، في وحش بيهجم على الغابة وبياكل الحيوانات كلها، وكل الحيوانات بتجري ومرعوبة ومحدش عارف يتصرف، واحنا جينا عشان انت قوي وتقدر تهجم عليه. بص يا نعامة، انا مش هقدر اعمل لكم حاجة، انا ممكن الوحش ده يهجم عليا وياكلني، انا مش ممكن اضحي بنفسي علشانكم. وانت يا بقرة رأيك ايه؟ يلا نروح عند الاسد سيمبا وناخد رأيه، هو الوحيد اللي هيدافع عن الحيوانات عشان هو ملك الغابة. في ايه يا حيوانات الغابة؟ مالكوا خايفين كده ليه؟ ايه الرعب اللي فيكوا ده؟ الحقنا يا ملك الغابة، الحقنا، في وحش بيهجم على الغابة وكل حيوانات الغابة خايفين ومرعوبين، ورحنا للذئب وما عملناش حاجة، والنمر كمان ما عملناش حاجة. طيب ما تخافوش، بلاش الرعب اللي انتوا وصلتوله ده. بابا انا عندي خطة جميلة قوي وفي نفس الوقت هتخلي الوحش كلنا نتفق ونموته يا بابا، ايه رأيك في اللي انا اقولهولك ده؟ خطة ايه يا سيمبا؟ قولها يلا بسرعة. احنا هنروح يا بابا في المكان اللي قريب منه الوحش اللي في اول الغابة، وهنخلي النعامة تلف هي واصحابها، هيفتكر ان في نعام كتير وهيضطر يجي عشان يهجم عليهم، نكون احنا مجهزين حفرة وفيها حطب وفيها نار هيقع فيها وهيتشوي كمان. ايه يا سيمبا اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزني الف عند الوحش عشان يهجم عليا في لحظة وياكلني؟
ما تخافيش يا نعامة، محدش هيقدر يهجم عليكي، كلنا هنبقى حواليكي ومش هنسيبه يهجم عليكي ابدا، احنا اللي كلنا هنتفق مع بعض وهنموته. وفعلا راحت النعامة وقعدت تلف وعملت زي ما قال الخطة الجميلة بتاعت سيمبا، وكمان الملك سيمبا الكبير راح معاهم وقعدوا يستنوا الوحش. الله، ايه النعام ده كله؟ ده انا باين عليا النهارده هتغدى اكلة نعام تجنن. الله، ده يبقى طعمها حلو قوي ونعام كتير قوي. الحقوني انا بتحرق، الحقوني، النار بكده عليا جامد قوي، انا بتحرق. يا اصحابي، الفكرة بتاعت سيمبا نجحت، وفعلا الوحش وقع في الحفرة وخلاص مفيش حد من الحيوانات بقى خايف، كل الحيوانات عايشة في امان.